هو ينفع اللايف كوتش يشتغل على الماضي؟ انا مايكل بشاي، لايف كوتش ترينر. انت عايز تكون لايف كوتش بتجيلي وانا بدربك. خلينا نشوف مع بعض كده. هو الكوتش في الاساس بيشتغل على المستقبل. انت عايز تروح فين؟ ايه الاوتكم او إيه النتيجه اللي انت عايز تحققها؟ وده اللي بيميز الكوتشنج، ان هو دايما بيساعد الشخص ان هو يبص على المستقبل وازاي هينمو لحد ما يوصل للمستقبل ده. بس في حته مهمه، ان احنا عندنا الحاضر. انت جاي منين؟ لانه ما ينفعش ان انا ارسم طريق، ارسم خط من غير ما الخط دوت يكون ليه نقطه بدايه ونقطه نهايه. طب هنا نقطه البدايه بالنسبه لي الحاضر. طب الحاضر ده هو الشخص وصل له ازاي؟ ما هو وصل له عن طريق ماضيه. فهنا الشخص واصل للحاضر ده عن طريق الماضي اللي هو كان فيه، فبالتالي هو جاي نتيجته، جاي محمل بيه. فطبيعي ان انا محتاج اكون بعرف اتعامل مع الماضي بتاعه. طيب هنا الفرق ما بيني وما بين انه حد بيكون زي الثيرابي بيتعامل مع الماضي، ان الثيرابي بيتعامل مع حد في الماضي بتاعه بس من غير ما عندوش الصلادة النفسية الكافية لمواجهة الماضي بتاعه. فبالتالي بيأهله انه يكون عنده الصلادة النفسية اللي هي القوة النفسية انه يعرف يواجه ويتعامل مع ماضيه. الكوتشنج بيحتاج شخص يكون قادر يواجه ماضيه. فبالتالي لما نيجي نتكلم عن الماضي بتاعك ونشتغل عليه ونغير من طريقة تسجيلك للذكرى، نغير من طريقة نظرتك ليه، فبالتالي بدل ما هو عبء عليك يكون مريح بالنسبة لك، يكون خلاص مجرد ذكرى، وتبقى عندك الدرس المستفاد منها اللي تقدر تستخدمه علشان توصل لمستقبلك اللي انت عايز تحققه. ما يبقاش يعني محبوس في الحاضر بتاعك اللي هو نتيجة ماضيك. فطبعا الكوتشنج يقدر يساعد حد يتعامل مع الماضي. المهم انه يكون عنده الصلادة النفسية انه يعرف يتكلم عنه ويحكي فيه. فلو انت مش مدرب على الموضوع دوت، ابتدي ان انت تتدرب، لان مهم جدا. ما ينفعش، مفيش بني ادم بلا ماضي، وبالتالي اللي ملوش ماضي ملوش مستقبل. مش هينفع. مش هينفع تشتغل على المستقبل من غير ما تحتك بماضي الشخص، لان الماضي دوت مكون افكاره ومعتقداته وطريقه حياته. هي دي اللي معطلاه، ان هو مخليه مش عارف يوصل للمستقبل. فهو محتاجك ليه؟ ما هو محتاجك علشان تشتغل معاه على طريقه تفكيره في الحته دي.